السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنبداو بسم الله بواحد الفيديو جديد، ونبداو بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. المهم حبيبتي، كان عندك كاس ديال اللبن، اجي وجدي معايا هاد الكيكه، راه كتجي زوينه وغزيره والمقادير بسيطه كالعاده. المهم كاس ديال اللبن، عندنا هنا 2 بيضات. باش ما نطولش عليك غنخدم ونعطيك المقادير. كتسي 2 بيضات، ها هما درتهم في الاناء. غنديرو كاس ديال السنيده، وغنطربو هاد الخليط مزيان، وغنزيدو نص كاس ديال الزيت صافي. نطربو الخليط تيولي بيض. اللي بغى يطحنو في الخلاط باش تسهل عليه يطحنو في الخلاط. كنت بغيتي ديريه في طرب كهربائي، خلاط مونينيكس، مطربيش مابقاش طربي فيه. بغيتي ديري غير يدك ولا هاد الطراب هو كيخدم، غير تياخد شويه الوقت. صافي غنزيدو هاد الكاس ديال اللبن، صافي غنبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه. هنايا غنزيدو الخمارات، 3 ديال الخمارات، دقيق حساب الخليط. هاد الخمارات هادو فيهم غير 7 غرام، ما فيهمش 8 غرام. 7 غرام نقصوا منهم. والفاني ديما كنخليها هي الاخره، ديما تخليها هي الاخره، كيبقى الجهد ديالها صافي، وقطرات ديال الخل. فكنطربو الخليط ديالنا، يعني ما فيش شي حاجه ولا شي تعقيدات ولا شي، يعني كلشي كيتواجد في الدار. صافي الخليط ديالنا تيكون على هذا الشكل هذا. ملي كنكتبوا 8 في كنكتبوا شي حرف كيبقى فوق سطح العجين، 8 ولا زائد ولا شي حاجه. المهم كتبقى في السطح ديالها، كتبقى للفوق، كتبقى باينه شويه واحد المده اش كتدير، يعني العجين كيكون زوين، كيكون مزيان. المهم واحد الاضافه غنزيدها معاكم، هاد المعلقه ديال السنيده هذه كنزيدها في الخليط في الاخر. عرفتي كتجي ما تذوبوهاش، عرفتي كطيب كيجيو واحد الحبيبات بحال الكراميل وسط الكيك، كيجيو زوينين. شحال من واحد تيقول شنو دايره في الكيكه، كنقول ليه راه معلقه ديال السنيده في الاخر. صافي ما ندوبوهاش، ما نبقاوش نخلطوا باش تذوب ديك السنيده، تبقى بحال هكا حبيبات. صافي غنجيبو المول ديالنا، وتهزي يدك الفوق وتخوي باش يخرج داك الهواء اللي في الكيك. هانتوما الكيكه البنات ملي طابت كي جات، هي باقا سخونه ومقلبه معاكم، على الله ما تتهرش. باش نطول عليكم الفيديو،
كيفاش هادشي باقي البخار طالع منها. حتى كتجي غزاله. المهم التزيين اختياري، انا غنزينها هنا غير بالعسل وبالكوك. بغيتو ديروا فيها حتى لداخل، بغيتو ديروا شويه الفيرميسيل، بغيتو ديروا شويه اللوز والكركاع والتمر مقطعين، كيجيو فيها زوينين. بغيت تخليوها بحال هكا، راه ريحتها طالعه على مزوينات، طالعه من ريحه الكيك. لابسه معكم سخونه باقا كمشداش في راسها. عرفتي كيك يومي اقتصادي ويعني في المتناول ديال الناس زعما جميع، يعني ما تيطلعش غالي. يعني البيض والزيت والدقيق تقريبا كيكون متواجد في اي دار. يعني داك الكاس ديال اللبن هو اللي تيكون مره كاين مره ما كاينش. ماشي درت نص كاس ديال الزيت، ما قوتش الزيت. بغيتو دردروها كامله بالكوك، بغيتو ديروا معاهم حتى داك الفيرميسيل راه كيجي زوين نواغ مع، يعني ديروا سطير كوك وسطير هذا في اللوينات كتجي زوينه. كما قلت لكم بغيت تخلوها بحال هكا عرفتي كتجي غزاله. حتى كتجي زوينه. انا نقلب لكم التليفون وتشوفوا. والناس اللي بحال هكا ما عندهمش اللبن، ما متوفرش ليهم، يقدروا يعوضوا اللبن، يعوضوه بكاس ديال الحليب ويديروا فيه قطرات ديال الخل تيولي على شكل رايب ويديروه. ولا دانون مسوس حتى هو كيجي زوين، حتى هو كيعطي داك النكهه ديال سميتو اللبن، كيعطي واحد الهشاشه زوينه. ما تيساعد حتى على التيمار داك الحموضه اللي في اللبن، كتساعد حتى على باش هانتو البنات الكيكه ديالنا كيفاش جات. كتجي رائعه والمذاق راه ما نقولش لكم. شوف بغيت نقطعو كاين سخونه بزاف، نشوف بغات تقطع معايا نقطع لكم طريف. هانتوما البنات انا قطعت معكم هاد الطرف هذا. اذا كان كيبان لكم البخار راه باقا سخونه، باقا سخونه كتجي شاده في راسها وزوينه. شي الهشاشه اللي فيها شاكره راسها بلا ما نشكرها بلا حتى شي حاجه. الا بان لكم واحد الحبيبات شتيهم كيبانوا بمارو، هذوك هما ديال السكر. هانتوما اللي بانوا لكم البنات، عرفتي كيعطيو واحد المطخ خطير، ما كيعرفوا الناس ما تيعرفوش اشنو تياكلوا فيه. شتي كيولي اللون ديالو مارو كراميل وسط الكيك. معلقه ولا جوج معالق. الناس اللي كيبغيو الحلاوه يديروا 2 معالق. تقدر تنقص السكر من في الاول ودير. هانتو كيفاش جات من التحت. الصراحه مشهيتكم فيها كتجي زوينه ومقادير اقتصاديه. وانا ديما في الفيديوهات ديالي ديما غتجيكم غير المقادير اللي رخيصه وفي المتناول ان شاء الله.